صباح الخير. النهاردة حابة أشارك معاكم وصفة حلوة جدا وسهلة قوي بمكونات بسيطة ومش مكلفة خالص. في أوقات كده بنحتاج نحلي بحاجة سريعة متكونش مكلفة، فالجلاش الحلو من الحاجات الجميلة قوي اللي هي سهل جدا نعملها وبأي مكونات موجودة عندنا في البيت. الأول هنتعرف على المكونات. للسيرب محتاجة كوبايتين سكر، بس انا قللت واحدة منهم شوية عشان انا ما بحبش السكر اللاذع قوي، ومعاهم كوباية مية لان سيرب الجلاش لازم يبقى تقيل. للحشو انا حمرت شوية كنافة كده، كان عندي شوية كنافة صغيرين حمرتهم في شوية سمنة او زيت براحتك يعني. وعندي كمان فول سوداني مجروش، ممكن نستخدم اي مكسرات تانية بداله او ممكن حتى نستكفي بالكنافة بس. وعندي كمان جوز الهند حبة كده صغيرين، برضو قلت احطهم في الخلطة بتاعت الحشوة. وعندي لفة الجلاش انا خرجتها من الفريزر قبل ما اشتغل بيها بحوالي ساعتين او 3. ودلوقتي بقى طبعا عشان الجلاش ما ينشفش لان انا طلعته من الكيس بتاعه عشان اوريهولكوا، هغطيه بقماشة ملدنة شوية، يا دوبك مبلولة رشة بسيطة مية. يلا نبدأ. اول حاجة هنعملها هي السيرب. كوبايتين السكر على كوباية المية في حلة على النار كده، واسيبهم لما يغلوا شوية. ولازم السيرب بتاع الجلاش يبقى تقيل، يعني نسبة السكر اكتر من نسبة المية. حطيت هنا بقى معلقتين من عسل الكلوكوز، ولو مش موجودين مش مهم برضو، دي مش من الحاجات الأساسية، لكن اللي عايز يشتريه هو بيتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. خلاص هو كده بيغلي معانا، خلاص قرب ما هنطفي عليه خالص. هنروح حاطين عصير نص ليمونة، وكده السيرب اصبح جاهز عندي. بعد كده نتنقل للحشوة. هنحط كل الحاجات على بعضها بقى، اللي هو الكنافة المتحمرة. الكنافة انا قصيتها بحجم الشعرية كده شوية، وبعد كده رحت حطيت بقى بعد كده عليها معلقتين سمنة وحمرتها في طاسة. وحطيت جوز الهند وحطيت السوداني، وبعد كده هحط عليهم مغرفتين صغيرين من السيرب او 3 مغارف بالكتير يعني. وده بيخلي الحشوة ماسكة نفسها كده، مش كل ما واحد يقطم قطمة من الجلاش يلاقي كل الحشوة بتدلدق منه وبتقع. فحلو جدا ان احنا نضيف شوية سيرب كده يمسكوا الحشوة في بعضها. بخلطهم مع بعض كويس وبحضر بقى الجلاش. طول ما انا شغالة في الجلاش انا فرداه كده، بس مغطياه كمان بفوطة مبلولة شوية، وهسحب من تحت الفوطة واحدة واحدة. تمام كده. دول اول ورقتين مع بعض، هبدأ كده افرش عليهم السمنة او الزيت او اي مادة دهنية عندك. بالنسبة لي حاطة خليط من السمنة على الزيت، وبدهن الورقة كويس جدا من كل الاتجاهات، لان ده اللي بيساعد ان يبقى فيه قرمشة في الجلاش. بعد كده بحط عليها ورقتين تاني وبرضو بدهنهم سمنة او زيت. انا حاطة هنا خليط من السمنة على الزيت، ودهنتهم. وهبدأ بقى ان انا احط عليهم الحشوة بتاعتي. براعي بس ان الحشوة ما تكونش على الحرف قوي، علشان اعرف وانا بلفها اعرف ان انا اتني الحرف دوت على الحشوة، وابدأ الفها كلها حوالين بعض زي ما احنا هنشوف دلوقتي. حاول اظبط بقى كده الشكل، وبعد كده نلفها. وانا بلف طبعا انا بضغط بايدي من النص ومن الحرفين، بحيث تبقى ورقة الجلاش لفة كويس على الحشوة.
الصينية دي مدهونة طبعا قبل ما ارص فيها، بدهنها وبعد كده برص فيها كل ورقات الجلاش اللي انا لفتها. هقطع بقى لفات الجلاش بالسكينة كده على حسب الحجم اللي احنا عايزينه، وبعد كده هندهنها كلها بالسمنة او الزيت من فوق برضو، يبقى الصينية مدهونة من تحت. وبعد ما خلصنا كل لفات الجلاش برضو هندهنهم من على الوش. تمام كده، دخلهم الفرن لغاية لما ياخدوا لون من تحت، بعد كده اديهم شوية لون من فوق بالشواية، مش هياخدوا دقيقة يعني تحت الشواية. وبعد كده بطلعه واسقيه بالسيرب. طبعا هو الشربات بتاعه بيبقى ساقع خلاص لانه معمول من بدري، ولكن الجلاش لازم يبقى سخن، يعني السيرب تقيل وساقع والجلاش يبقى سخن. انا مش بحطه بقى مش بسيبه كتير في السيرب بتاعه وقت طويل، على طول مسافة ما بحطه مفيش دقيقة واحدة واروح شايلاه على طول، لان لو سبته هيبقى طري جدا ومش هيديني القرمشة اللي انا عايزاها. فهرصه بقى في طبق، وبعد الغدا كده وقت التقديم نطلعه يكون ساقع شوية في التلاجة. ولو احنا هنبيته مثلا لتاني يوم او هيقعد معنا يومين 3، يبقى يفضل ان هو يعني يتغطى بالفويل او استرتش راب او اي حاجة، بس ما نغطيهوش وهو لسه سخن عشان البخار بتاعه ما يخليهوش يبقى طري جدا ويفقد القرمشة الجميلة بتاعته. خلصت وصفتنا النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. هي وصفة جميلة قوي وسهلة وسريعة ومش مكلفة خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله هتعجبكم، وبألف هنا وشفا مقدما. شكرا جدا جدا لمتابعتكم، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير. ميرسي جدا وباي باي.